خد بال حضرتك. وقبل ان يفرغوا من دفن رسول الله يسمع التكبير ويسمع انه تولى ابي بكر. بعد ذلك ياتون يعتصم عليه ومعه طلحه والزبير والكثير من الصحابه زي سلمان وابو ذر وعمار بن ياسر، وكل دول في بيت فاطمه الذي هو بيت علي، ويرفضون البيع فيأتون ويحاصرون بيت فاطمة، حتى أن أبي بكر وحال وفاته يقول ما ندمت على شيء إلا اقتحامي بيت فاطمة ولو أغلق على الحرب. والحديث في البخاري لو حبيت أجيبه لك. أبو بكر كان في البخاري كان لحظة في البخاري. أبو بكر كان معاهم هجيبه لك البخاري. لحظة هجيبه لك خلاص هجيبه لك وخلاص هجيبه لك وخلاص هجيبه لك وخلاص هجيبه لك خلاص. خلينا أنت تكذب تقول في البخاري. أنا مش عاوز قلة أدب. لا أنا مش عاوز قلة أدب. أنا مش عاوز قلة أدب. لا يقول في البخاري. شوف أنا مش عاوز قلة أدب. في سوء في الكلام حتى. أنت تقول في البخاري. أنت تهم قول أي حاجة، لكن عيب كده. المؤمن لا يكذب. أنت تقول في البخاري يعني معناها يوصل فكرته. لحظة الكتاب كذب يعني المؤمن لا يكذب. لسه هنا بتكلم على بيعة. أنت تقول في البخاري أعد يا ابني خلاص أنت عارف إن هو بيقول إيه. أنت عارف. لحظة الإخوة المشاهدين الكرام تفضلوا ماذا يقول. لا لسه نقطتين. لحظة لابد أن تثبت أنه من البخاري. هتاخد وقت. لا هتاخد لا يتوقف النقاش يا ابني. في البخاري. عايز تنسحب؟ لا ما انسحب. طب خلاص اسكت خلينا نتكلم. لا اسمع لك في كلمة. لا اللي انت ايه عشان تسمعني؟ توقف. هو انت ايه عشان تسمعني؟ توقف. مش هتوقف. توقف رد على اللي انت قلته. لا لحظة هو القضية دي مش هينفع. انت تكذب على البخاري. اخص عليك. الشيخ تكذب على البخاري. بعد اذنك. لا عيب يا شيخ شوقي. ما لا يقول انت تكذب دي. هذا لا يجوز. ده جد ولادي يا اخي عيب. انت كده انت قلت في البخاري. دللت على البخاري. انت تقول في البخاري. فيش عيب. تقول في البخاري. لحظة اعتذر للجماهير. اعتذر للاخوان. اعتذر للمشاهدين. على ايه؟ اعتذر. انت قلت في البخاري. ما قالش ابي بكر اني لم اندم على شيء الا على اقتحام بيت فاطمه. اذا كان ويعلن على اعلن امام الاخوان المشاهدين على كان في البخاري انا اعلن تشيعي الان. خلاص عمرك ما التشيع ده. انا اذا كان في البخاري انا اعلن تشيعي. عمرك ما تتشيع. انا اتحداك ان تثبته من البخاري. هو كده اثبت عليه كلمه كده عايز تساوي. تصدر يمكن هوش البخاري. انا بقول لك هجيبه ليش تكذب؟ اذا اعتذر للاخوان المشاهدين. يا اخوان المشاهدين هذا يستهزئ بكم. ما تقول اعتذر لهم. يا شيخ انت تستهزئ بالمشاهدين. لا ابدا. هو يثبت ازاي يا شيخنا. دي مناظره. انت تهرج على المشاهدين. دي مناظره. اختشي يا اخي انا قلت دلوقتي ان الحديث بيقول كذا كذا في البخاري. في مسلم في مسلم ايضا يضيف في مسلم. اعتذر للمشاهدين. بقول لك في البخاري ايها الاخوه المشاهدين بقول لك هجيبه لك لابد ان يعتذر لكم والا فهو يكذب على البخاري. اعتذر للمشاهدين. اعتذر عليه يا ابني. انت قلت في البخاري منك واحسن منك. انت قلت في البخاري. انت قلت في البخاري. انا بقول لك قد يكون في البخاري في كذا. لا انا مش هذه اتيت بها الان. يا ابني مش زيك انا مش زي الكتب اللي انت شايف. الراجل عنده علم لدني. مش لدني ولا حاجه. هجيبه لك بكره. هو لدني ايه؟ ليه لدني؟ ممتاز. ايها المشاهدون الكرام يا ابني عيب الكلام ده. غدا تاتي به من القصاوي. سيبوا ينقل فكرته. تاتي به من مطرح ما هو. لا لا معلش يا سيدي. انت قلت في البخاري في كتاب مشهور. اصحاب البخاري وقول في كتاب مشهور. لا انت يكون في البخاري. يعني في كتب. اذا يعتبر يسحب الكلمه. ايوه يسحب الكلمه. خلاص قول انا ما قلتش على البخاري. خلاص اسحب الكلمه يا سيدي. اقول ما قلتش. انا قلت البخاري قد يكون في البخاري. لا ما قلت. لكن انا بقول ان انا قلت في البخاري. انا راجل مهندس. خلاص فبقول لك ان هو موجود في الكتاب. خلاص من البخاري. ايا كان بقى. لا يستهبل الاخوه المشاهدون لهم عقول. والله انت اللي بتستهبل دلوقتي. انت تستهبل المشاهدين. انت قلت في البخاري. شفت انت بتعمل ايه؟ لا المشاهدين نتجاوز هذه النقطه. لحظه الاخوه المشاهدين لابد ان يحترموا. طب استنى الشيخ شوقي عشان بس نخلص. بعد اذنك احترم عقول المشاهدين. انت تقول ان استنى بس الشيخ شوقي خليه يقول فكرته وبعدين هتكمل. فكره ايه؟ المطلوب نقطه واحده. يقول انا اعتذر عن قولي في البخاري وخلاص يمشي في النقاش. هو انا قلت لك في البخاري في صفحه كذا في لما عشان هو يقول في البخاري اقول لك في صفحه كذا. هو قال في البخاري. قد يكفي ان هو ما قالش خلاص. هو انت تعترف انه موجود وقال في البخاري. ايوه قال في البخاري. نمهله غدا عشان خاطر يعني ياتي لي غدا من البخاري. من البخاري ايا كان بقى. لا مش ايا كان. من البخاري خلاص. من البخاري بكره من البخاري يا شيخ شوقي. يلا اكمل. تاتي لي غدا من البخاري. بعد اذنك. لا سؤال. انا اريد الاخوه انا احترم المشاهدين. خلص لما تخلص يبقى قول. هل ستاتي به غدا من البخاري؟ اتكلم يا سيدي. تاتي به غدا من البخاري؟ اتكلم يا سيدي. خلص. يعني انت تلقي بالشبهه على المشاهدين. تستهبل المشاهدين. هقول ليه ما هكلم المشاهدين دلوقتي. طيب اتفضل يا شيخ شوقي اتفضل. غدا اما ياتي به من البخاري او حلقه غدا به. نبدا حلقه غدا به. هو بين خيارين. يعتذر الان ولن نحاسبه غدا
او غدا ياتي به من البخاري. انت تجاوزك الخطا يعني او اصابك الخطا، ايه المشكله؟ قول مش في البخاري بس عشان اتكلم. طيب كمل خلاص. هو بين الخيارين. خلاص بكره يجيبوا من البخاري. اتفضل. يا حضرات المشاهدين، الموضع بنقول أن أبي بكر ندم في آخر حياته وقال ما ندمت على شيء إلا على قدر ندمي على اقتحام بيت فاطمة ولو أغلق على الحرب. هذا موضع الشاهد. الكلام ده فين؟ أنا راجل بقول لحضرتك مهندس، الكلمة اللي هقولها هتحاسب عليها، ولكن فين هجيبها لك تاني يوم، لأني مش هقدر أشيل لك مكتبة وأنا ماشي أو أعمل زيه وجايب كام واحد يشيل له كتب وهو جاي وكذا. أنا جايب هم كتابين أهو، هم كتابين، ما فيش، ما بعرفش أستعمل. خلاص سماح مع جهاز ولا والله والله بهذه الطريقه هجيبه لك على المشاهدين. لا ليه؟ ما احنا قلنا والكلام واضح اهو. هل تعتذر احنا قلنا المشاهدين؟ سماح لي انا كلمت غدا مالكش دعوه. هو ياخذ العزه بالاثم. غدا سوف يعتذر تاخذك العزه يا شيخ خالد، غدا سوف يعتذر، نمهل اعتذاره لغد. خلاص اكمل يا شيخ شاوي. الاخوه المشاهدون الكرام، الاخ مطالب غدا ان ياتي بالبخاري. خلاص اتفضل يا شيخ شاوي اكمل. تاتي بالبخاري. ما هشيل كتاب. طب هشيل لك، انا اتي لك بالبخاري علي. انا بشيل لك يا شيخ محمد ورقه يا دكتور حفظك الله، انا اتي له، اتبرع له غدا، اتي له بالبخاري ويخرج ولا تجيب طيب بخاري خلاص ولا حاجه. يلا اكمل يا شيخ شاوي. احنا باحثين اذا عن اعتذر الحق. للاخوه هي المشاهدين. القضيه في ايه يا شيخ شاوي؟ خلاص بقى يا خالد، الله يا خالد، يا شيخ اعتذر خلاص بقى، اختشي بقى. اسمعني، هو هو القضيه في ايه؟ بص لا، القضيه لا، في ايه؟ أبدا. بعد اذنك يا شيخ خالد، هو القضيه في ايه يا شيخ شاوي؟ يعني النقاش احتد ليه؟ تم الاحتدام لان هي القضيه دين، ودين اذا ما جنبك الصواب في مساله هو بيمسكك فيها. فلا بد ان تكون حريص. لو احنا حريصين على يعني عقول طالما المشاهدين، لو انا قلت حديث وانا مش عارف هو فين، هو يقول لي ده حديث ولكن في المكان الفلاني، اقول له متشكرين، لان هو المتخصص. هل تشكرت على اني اعطيتك هو اللي شيء. لحظه ليش المفروض لو احنا اللي حق ضلتنا يساعدني يا شوقي. ولو قلت هذا الحديث في ما اعرفش هو فين يقول لي في انا المكان اعطيتك الفلاني. امس، هل تشكرت لكن هو انت اولا ادالك مراجع النهارده، هل تشكرت على هذه المراجع؟ انا اعطيتك ما قريتهاش. اقراها الان، اقراها. طب لا مش وقته. يلا اكمل يا شيخ شاوي عشان ننتقل. انتوا عاوزين السؤال أين وقال أبو بكر ما ندمت على شيء ندمي على عندنا يزيد الذي كان يريد أن يسبي زينب رضي الله هذا عنها. صحيح البخاري. تفضل خرج من صحيح البخاري أيها الأخوة المشاهدون. هذا صحيح البخاري بين يدي، تفضل خرجها من صحيح البخاري. شوف أخذ الورقة مع أن صحيح البخاري موجود بين يديه، وانا هدور لك في صحيح البخاري. خرجها من صحيح البخاري يا ابني. تفضل. انت بتستلبط يا ابني. لا أنا بتستلبط. أنت قلت امال ايه يعني؟ رجاء ينفع كده؟ لا امسك ينفع كده يعني توقع كوبايه وينفع كده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده يعني؟ امسك الكتاب، خرج من صحيح البخاري. اتفضل. وانا هقرا لك الكتاب ده. ده عارف المكان فين وكتاب عهده يعني. انت قلت انت تعرف تطلع خلاص اعتذر للمشاهدين يا شيخ شاوي. اعتذر ايه يا راجل يعني. هو دلوقتي لو اديته الكتاب ده وقلت له على حديث يطلعه، هيقدر يطلعه في الحلقه الا اذا كان مع الورق اللي انت حاطه ده. احنا عايزين نرجع يا جماعه، مش عايزين نرجع. احنا بنقول اذا مناظره جدال حضاري. عندك شيخ خالد يا شيخ شاوي ما تستخفش بالمشاهدين. لا انت لو ما فيش مشاهدين ورقه محطوطه عندنا مثل يا شيخ خالد في مصر بيقول لك ايه، خدوهم بالصوت. فالشيخ شاوي بيستعمل معاك المثل ده. لو سمحت اطلب لي مناديل عشان الكتب هتتبل. خد بالك نبقى نجيب لك غير الكتاب. يا ريت اداره صفحه تبقى تجيب صحيح بخاري ثاني الاخ شاوي. شيخ خالد هو خدوهم بالصوت. يا شيخ شاوي دلوقتي انت قلت الكتاب، انت قلت هذا الحديث في صحيح البخاري، تمام؟ اتفضل. نسيبه النهارده كمان يا شيخ خالد بعد اذنك عشان نكمل الحلقه. اسبوع خلاص اسبوع. نترك انا هسجلها عندي. طيب. مهندس شوقي اسبوع ليخرج لنا من صحيح البخاري حديث اريحك ما ندمت ثواني على شيء قدر ندمي على اقتحام بيت فاطمة. صح كده؟ يلا اسبوع يا عم. خلاص صحيح البخاري ده فيه اسبوع. مش لازم في صحيح البخاري. لا انت قلت في البخاري. انت قلت في البخاري موجود هذا الكلام. انا ما بقولش كلمه الا متاكد منها. يعني في صحيح البخاري؟ لا مش في صحيح البخاري. امال في ايه؟ ممكن ما يكونش في صحيح البخاري، زي ما امبارح ما كنا حديث الرازيه وقلت لكم ممكن ما يكونش في صحيح البخاري. طب صحيح ايه؟ قول لي صحيح ايه؟ المهم يكون صحيح السنه. هجيبه لك. ايوه خلاص يبقى لا تنازل ابد.
هو نسبه الى انت البخاري. حر طبعا، انت نسبت، انا بقول لك تنسحب ان هو تسحب موجود. الكلمه. نعم اسحبها. خلاص اسحب كلمتين اللي اسحبها. انت قلت في البخاري اسحبها. ممكن ما يكون لما اقول ممكن ما يا يكونش في أخي ليش البخاري أنت ليش يبقى كانها اتسحبت. بقول لك ممكن ما يكونش في البخاري لكن موجود، لان انا راجل بقول لك غيرت مذهبي، كنت سني وبقيت شيعي، يعني ما يبقى كنت مش تفهم البخاري. ممكن هغير ديني على حاجه طيب تحتمل السؤال الشك. هو قال ممكن بالله لازم عليك أكون هو متأكد قال تماماً. لكن مش لا، حاول ولسه تفين قايل حاجه ودفين دلوقتي في ودفين. الثالث، قال لك انا لا اقول شيء الا اذا كنت متاكد منه. ما هو متاكد. ما انت قلت امبارح البخاري. اشمعنى دي اللي سحبتها؟ لا غير لا ما قلت طلع. انه موجود، وقلت ما كمان طلع ان ممكن تاني. ما يكونش في البخاري، يكون في كتاب غيره، لكن اتضح انه في البخاري وان كلامه لا ما مظبوط. هو صحيح.